مش عارف اقول لك ايه، بس انت حاله خاصه في الكره المصريه و... وعزيمه واصرار واحسن حارس مرمى في افريقيا، وما بتبصش لحد وما بتسمعش كلام حد. انت حاسس ان انت واقف على رجلك في الملعب، حاسس ان انت قادر تدي في الملعب، فموجود في الملعب لحد دلوقتي، ودي تحسب ليك. مش تاخد منك، في ناس يفتكروا انها بتاخد منك، لكن انا بعتقد ان هي بتضيف لعصام الحضري. اول حاجه طبعا بقول طبعا الحمد لله والشكر لله، ودي حاجه طبعا فضل ربنا سبحانه وتعالى. انا بجتهد ومش دعوه باي حاجه، عندي هدف وماشي على مسيره، بشتغل ماليش دعوه بحد. انا بحترم اي حد بيتكلم، اي حد بينقد، اي حد بس بتتعصب احيانا؟ لا لا لا، ما بتعصبش. اتعصب ممكن لما تتعصب، لما تكون تحس ان انت بتتعب وبتجتهد وربنا بيديك وفي الاخر بتشتغل. بس زي ما قلت لك انا ما بزعلش من حد خالص، ومش عايز حد يبقى زعلان مني. انا بجتهد وبشتغل وبفكر في الهدف اللي انا عايزه، ربنا يكرمني ان شاء الله. بامانه الناس اللي بتطالب عصام الحضري بالاعتزال دي بتفكر فيها وبتكلمها ازاي؟ ما بفكرش فيها، هي بتديني حماس اكتر وبتديني اصرار اكتر، ان انا بشتغل وبجتهد. وزي ما قلت لك انا اي حد بيقول لي الكلمه ليا وممكن بتنقضني، دي بتديني اصرار زي البنزين تحطه جنب الكبريت. انت طول عمرك انا كده ما بزعلش، انا بشتغل. وزي ما قلت لك انا عايز ربنا يكرمني ان شاء الله ومن عنده طبعا. وانا يعني هقول لك حاجه بجد، يعني لما بشتغل وبيبقى عندي اصرار، باخد تمرين ده كانه ماتشات، بتحدى اي جون، اي لاعب، اي حد في الملعب صغير بتحداه عشان اوصل اللي انا عايزه. اما انا ما زي ما قلت لك في الاول والاخير هطلع بره الملعب بنسى اي حد ان انا زعلته، بنسى اي حد ان انا اتعصبت عليه. بس زي ما قلت لك انا بنزل الملعب ببقى شخص تاني. والناس اللي بتطالبك بالاعتزال؟ لا ما بزعلش من حد. الاعتزال ده هيديني اصرار برضه وعزيمه جوا ان انا عايز حاجه وبشتغل، مش هلتفت لاي حاجه، وبشتغل ومش ده حد بيني وبينك. انا حاطط تايم حضري، حاطط تايم لنفسه، وقت معين لنفسه، هيقول كده انا شكرا بطلت كوره؟ انا اللي اقول، ما فيش حد. ايوه يقول. انت حاطط لنفسك لما احس ان انا ما عدتش قادر، لكن مش محدد. لا مش لا لا ما تقولش ايه لا يا جماعه السنه الجايه مش محدد ليه؟ لان عادي مع وادي دجله سنتين. ما انا بتكلم في كده. فهمت قصدي؟ عادي مع وادي دجله سنتين. يبقى ايه اللي يخليني ان انا لما احس لوحدي انا اللي هقوم جاي رفع